انا بكره الاغنياء. وقبل ما تشتمني او تقول اي حاجه اسمع رايي وبعد كده يبقى اشتمني عادي. انا بكره الاغنياء الحقيقه لكذا سبب، مش لانهم اغنياء وانا لا، او انهم معاهم حاجه مش معايا. هو ممكن يبقى السبب فعلا بس مش الاسباب الرئيسيه يعني. يا الله، خير ان شاء الله. اول سبب بالنسبه لي هو ابناء الاعضاء. النوعيه دي من الاشخاص بتلاقيهم دايما في نادي الاهلي او الزمالك او الجزيره، ودول مش بس دمهم تقيل، هم لو شافوا اي حد في المكان ده مختلف عنهم هم بيعاملوه معامله الكلب فعلا. تعال قرب. انت ايه؟ انا بني ادم. انت حيوان. هم بيشوفوه انه اقل اصلا من انه يتكلم معاهم، ودول بيبقوا اهلهم لون واحد. اب مدير في شركه معاه عربيه موديل مثلا 2021 ومراته بتروح النادي 4 ايام في الاسبوع، بتودي ولادها التمرين وتقعد في الكافيه مع صحابها لحد ما عيالها يخلصوا او النادي يقفل. وده فعلا نمط حياتهم. والنوعيه دي من الناس هي مش اغنياء قوي برضه، هم بيقلدوا الاغنياء بس هم مش اغنياء. يعني هتلاقي مثلا جايب عربيه قسط علشان خاطر يجاري الغني، مع ان الغني فعلا هو مش بيقسط، هو بيشتري على طول. هتلاقي مثلا مقسط عضويه النادي اللي مشترك فيه هو عايش حياته كلها على القسط او بيعوض ده بشغله. لكن هل كده هو غني؟ اكيد لا. فهو بيحاول يوصل لك انه اعلى منك، بس الحقيقه بتبقى غير كده خالص. ونيجي بقى للسبب التاني، وهو الكلمه السائده تقريبا عند اغلب ولاد الاغنياء في اي خناقه: انت مش عارف انا ابن مين. في الكلمه دي بقى هو حرفيا لاغي نفسه وبيعتمد على ابوه لمجرد ان ابوه غني او ابوه معاه فلوس. بس هو فين؟ هو مش موجود. هو انجازه في الحياه مبني على انه ابنه فلان صاحب شركه مشهوره، او ابنه فلان رجل الاعمال. اتكلم يالا عدل يالا، اتكلم بأدب. والسبب الثالث وهو انهم دمهم تقيل يا جماعه بشكل صعب، وبتبقى اصعب بقى لما بيحاول يبقى دمه خفيف. انت بتقول يا ولد؟ واللي مخلي دمه تقيل لانه مش بيمر بظروف تخليه دمه خفيف، او حتى عنده روح الهزار. هو دايما بيتعامل مع ولاد صحاب ابوه اللي هم برضه نفس نوعيته، او ان برضه ما حصلوش موقف محرج او مواقف ماديه تضحك. هو حياته ماشيه برتم معين ما ينفعش لا تزيد ولا تقل. واحد من الاسباب برضه هو الاستهتار. يعني مثلا تلاقي عيل عنده 15 سنه راكب عربيه مرسيدس اخر موديل وماشي على سرعه 120 على طريق فيه بشر، يقوم شايل 3 4 وهو معدي، وبالنسبه له عادي يعني مش مشكله، هيتعاقب يومين 3 وابوها هيحل الامور. لدرجه انك متخيل ان في بنت عندها 15 سنه خبطت بنت بعربيه قتلتها، ولما الست شافتها وقعدت تصورها تقوم بقى هي تخرج لها لسانها وتشتمها. هي بتعمل كل ده وهي لسه قاتله روح عادي. يا عم سيبك من دي. واحد طالع فيديو بيشتكي فيه ان لقى واحد على الساحل بيجيب ب 20 جنيه جبنه، ومستغرب جدا ازاي شخص بمستواه المادي ده ساكن جنبه. هو مطبق مقوله العنصريه في ابهى صوره. يعني الشخص اللي اشترى ده هو فعلا ما عملوش اي حاجه. ايه اللي مضايقك بقى في الموضوع؟ انا مش فاهم. هو هياكل الجبنه على حجرك؟ يا جماعه هو اللي بيحصل في الساحل ده وخصوصا في مراسي، هو احنا لما اشترينا في مراسي كنا دافعين ملايين عشان الاقي ناس عاديه كده عايشه معانا وبتدخل وبتتمشى في وسطنا عادي؟ الناس بتاعت بورتو جولف وبتاعت مارينا ومراقيا ايه اللي وصلهم عندنا؟ يعني عايز افهم. ابقى انا واقف في سعودي بشتري حاجات من الماركت، اللي واحد جنبي واقف بيشتري ب 20 جنيه جبنه بيضه وب 30 جنيه جبنه رومي. مين الناس دي ودخلوا ازاي؟ يعني عايز افهم دخلوا ازاي. يا ريت نقف كده مع بعض كملاك ونشوف ايه اللي احنا وصلنا له ده. تبقى ماشي تلاقي جنبك عربيه الانترا عادي ماشيه مش فاهم. يا ريت يا جماعه تلتزموا بالاماكن اللي انتوا عايشين فيها وتعرفوا ان احنا هنا ما ينفعش اي حد يبقى في وسطنا، ارجوكم. ويا ريت واقفه مع الامن ومع الاداره عشان نفهم اللي بيحصل ده بيحصل ازاي، والناس دي بتدخل مراسي ازاي يا جماعه. بقول لك بيشتري ب 20 جنيه جبنه بيضه وب 30 جنيه جبنه رومي، ازاي؟ مين دول؟ انا مش بكره كل غني، لان في فرق بين شخص غني وبين شخص متكبر، وفي فرق اكبر بين واحد عمل ثروته بنفسه وبين واحد كل اللي حققه في حياته انه اتولد في العيله الصح. في ناس اغنياء جدا ومحترمين جدا وممكن تقعد معاهم ساعه كامله وما تلاحظش اصلا ان معاهم فلوس، وفي ناس اقل منهم بكتير لكن اول ما يقبض اول مرتب محترم يبدا يتعامل كانه ملك الكوكب. الاثنين توينز يعني توأم. تعرف الانجليزي؟ الاثنين توينز يعني توأم الاثنين. هو واحد سابق والتاني قبلها ب4 سنين. المشكله بالنسبه لي عمرها ما كانت الفلوس، المشكله هي الاحساس بالتفوق اللي بعض الناس بتكتسبه لمجرد انها اتولدت في ظروف احسن، انها حققت انجاز وهي اصلا ما عملتش حاجه غير انها اتولدت في المكان الصح والوقت الصح. واكتر حاجه بتستفزني ان بعضهم مقتنع فعلا ان نجاحه الشخصي سببه ذكائه واجتهاده فقط، مع انه لو اتبدل الظروف واتولد في مكان تاني او اسره تانيه كان ممكن يبقى شخص مختلف تماما. هو بيتعامل مع الامتيازات
اللي اتولد بيها على انها انجازات شخصيه. عشان كده لما تسمع حد بيقول للفقير اشتغل اكتر او انت اللي مقصر، بتحس انه عايش في عالم تاني، لانه في فرق بين واحد بدأ السباق من خط البدايه وواحد بدو وهو اصلا على بعد متر من خط النهايه. انا مش بكره الاغنياء كفئه، انا بكرهه كخروج. التعالي والاستهتار بالناس والاحساس ان الفلوس بتدي صحابها قيمه انسانيه اعلى من غيره، لان الحقيقه ان قيمه الانسان مش بس في العربيه اللي راكبها ولا في النادي اللي مشترك فيه ولا اسم عيلته. قيمه الانسان بتبان في طريقه تعامله مع الناس لما يكون قادر انه يتكبر عليهم ويختار انه ما يتكبرش. وده رايي، ممكن ناس تتفق معايا وناس تختلف، لكن دي الاسباب اللي بتخليني انفر من النوعيه دي من الشخصيات. وخليني اقول لك حاجه مهمه، هو من اكتر الحاجات اللي بتضايقني ان بعض الناس دي بتعيش طول عمرها جوه فقاعه مخليهم فاكرين ان العالم كله شبههم. لما واحد منهم يشوف شخص بيشتغل شغلانتين علشان يعرف يصرف على نفسه بيستغرب، لما يشوف حد بيحسب تمن حاجه قبل ما يشتريها بيستغرب، لما بيسمع ان في ناس بتقعد شهور عشان تجمع تمن موبايل او جهاز بيستغرب. هو مش شخص وحش بالضروره، لكنه منفصل عن الواقع اللي اغلب الناس عايشاه. والمشكله ان الانفصال ده ساعات بيتحول لاحتقار، يبدأ يشوف أي حد أقل منه ماديا على إنه أقل منه برضه في الذكاء أو القيمة أو الطموح، مع إن الحقيقة إن في ناس ظروفها لو اتحسنت شوية ممكن تحقق أضعاف اللي هو حقق. فكرة إن الفلوس ممكن تشتري لك حاجات كتير لكن مش كلها. تقدر تشتري عربية فخمة لكن مش احترام الناس، تقدر تشتري بيت كبير لكن مش راحة بال، تقدر تشتري شهرة لكن مش محبة حقيقية. علشان كده ساعات بشوف ناس معاها كل حاجة تقريبا ومع ذلك شخصياتهم فارغة من جوه، كل كلامهم عن الماركات والعربيات والسفر والاسعار كأن مفيش اي حاجه تانية تستحق الاهتمام بالنسبه لهم. وفي المقابل ممكن تقابل شخص عادي لا عنده ملايين ولا عنده نفوذ، لكنه عنده قصص وتجارب وشخصيه وحدود اكتر من شخص عنده فلوس. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. انتوا ناس وسخه. انا عارف ان التعميم غلط، وعارف ان مش كل الاغنياء متكبرين ومش كل الفوره ملايكه، في ناس محترمه وناس سيئه في كل طبق. لكن لما اقول اني عندي مشكله مع الاغنياء فانا في الحقيقه عندي مشكله مع النوع اللي الفلوس خلتهم فاكرين انهم احسن من غيرهم، النوع اللي بيقيس قيمه الانسان بحساب البنك، النوع اللي يفتكر ان احترام الناس حق مكتسب لانه ابن فلان او لانه راكب عربيه اغلى. وبرضه انا مشكلتي مش ان حد يصيف في مكان غالي ولا ان حد يصرف فلوسه بالطريقه اللي تعجبه، دي فلوسه وهو حر فيها. لكن المشكله لما يتحول الموضوع من استمتاع لاستعراض ومن مصيف لمسابقه، مين اغلى، مين اشهر، مين معاه اكتر. تلاقي مثلا الناس رايحه الساحل مش عشان البحر ولا المصيف اصلا، هي رايحه عشان تتصور، رايحه عشان تعرف الناس هي ساكنه فين وبتاكل ايه وراكبه ايه، كأن الهدف بقى ان الناس تبص مش انهم يستمتعوا. والاغرب من كده ان بعضهم بيتعامل مع وجود ناس اقل منهم ماديا كأنها حاجه مستفزه، مجرد ان شخص عادي موجود في نفس المكان يخليهم متضايقين، وكأن البحر اتخلق لفئة معينه والباقي مجرد ضيوف غير مرغوب فيهم. وتلاقي الكلام من نوعيه هو الناس دي جت ازاي او ازاي ساكنين جنبنا، وكأن المكان ملكيه خاصه لطبقه اجتماعيه معينه، مع ان الحقيقه ان اي شخص دفع حق المكان من حقه يكون موجود فيه زيه زي اي حد تاني. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا، متنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش برضو تعملي فولو على سبوتيفاي بالحب كده. اشوفكم الفيديو الجاي، كان معاكم زياد، سلام عليكم.